السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثي ليونيل ميسي وأيرلينغ هالاند وكيفن دي بروين لجائزة أفضل لاعب في العام. وأكد اليويفا أن اختياره للثلاثي ميسي وهالاند ودي بروين جاء بناء على أدائهم رفقة أنديتهم ومنتخبات بلدانهم، حيث شارك في التصويت على اختيارهم مجموعة من المدربين والصحفيين، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في موناكو يوم 31 من الشهر الجاري. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حصول لاعبه الجديد عثمان ديمبيلي على القميص رقم 10 بعد انتقاله للفريق. وانضم ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري قادما من برشلونة الإسباني. وكان آخر من ارتدى القميص رقم 10 في باريس سان جيرمان هو البرازيلي نيمار دا سيلفا، والذي غادر صفوف الفريق إلى الهلال السعودي. وسبق أن ارتدى النجم البرازيلي رونالدينيو القميص رقم 10 في باريس سان جيرمان، وكذلك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. وخاض ديمبلي مع برشلونة 127 مباراة سجل خلالها 24 هدفا منذ انتقاله للفريق قادما من بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2017 ليحل محل نيمار الذي غادر حينها لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.